تعالوا النهاردة بقى أما أقول لكم على طريقة ورقة اللحمة الأصلية بتاعت زمان بكل تفاصيلها وطعمها الأصلي اللي مستحيل تنسوه. أنا مستخدمة في الوصفة دي كيلو من اللحم البقري ومقطعاه شرايح رفيعة، سمكها رفيع زي البفتيك زي ما انتوا شايفين كده. اللحمة اللي أنا مستخدماها لحمة من الظهر، ودي بتكون طرية جدا وما بتاخدش وقت في السوى وبتستوي بسرعة خالص. يا إما لحمة من الظهر أو لحمة ضاني تكون صغيرة وحلوة، أو تقولوا للجزار عاوزين قطعية تنفع لورقة اللحمة. الخضار اللي هستخدمه بطاطس وبصل وجزر، وفي كمان طماطم هحطها في الآخر. خدوا بالكم بقى من التقطيع عشان مهم جدا برضو في الوصفة. بقطع الخضار سمكه كبير، يعني بقطعه قطع كبيرة. شوفوا البطاطسية بقطعها 4 قطع تقريبا، يعني باخد الواحدة من دولت وبقطعها 4. دي بطاطس صغيرة شوية، فيا دوبك الواحدة بتعمل معايا 4 قطع. سمكها زي ما انتوا شايفين كده، بصوا سميكة ازاي. ونفس الكلام بالنسبة للجزر. الجزر ممكن يبقى أرفع شوية من البطاطس بحاجة بسيطة، لأنه هو بياخد وقت أكتر شوية. وهنحتاج كمان من بصلتين ل3 بصلات كبار. استخدموا البصل الأحمر، هو أفضل كتير ونكهته حلوة جدا وتتبيلته حلوة قوي للحوم. بقطع البصل جوليان زي ما انتوا شايفين كده، وممكن كمان تبشروا البصل لو حابين. بتبل البصل بملح وفلفل أسود، وبدعك البصل كويس بالملح والفلفل الأسود علشان يدبل معايا وينزل المية بتاعته ويدخل في السوا على طول. وهنجهز بقى التتبيلة على طول، يعني كل حاجة سريعة. هنحتاج معلقة كبيرة من السمنة، معلقة كبيرة مليانة من السمنة، تلت كوباية من الزيت، وده طبعا عشان يبقى فيه دهون ولمعة كده في الوصفة. حطيت ملح وفلفل اسود، معلقة كبيرة من بهارات اللحمة، رشة كده من الكمون، ورشة من جوز الطيب. لو مش عايزين تحطوا جوز الطيب ما تحطوهاش. بنقلب كل الحاجات دي بقى مع بعضها، ندوب الملح والبهارات كلها في الدهون، وكده بقت جاهزة معانا. ناخد حبة بقى من التتبيلة بالدهون نحطها على الخضار، نحط كمان شوية من البصل وندعك البصل بالخضار. اخر حاجه بحط الطماطم. دول 3 طماطمات متقطعين، مقطعهم جوانح كده علشان بس الطماطم ما تتهريش وانا بدعك الخضار مع بعض. ديهم تقليبه كده مع بعض، وكده الخضار بقى جاهز معانا. باخد كمان 4-5 معالق برضو من نفس التتبيله بنفس الدهون، واتبل اللحمه. الاول بتبل اللحمه لوحدها كده علشان اغلفها كويس واتاكد ان هي خدت من البهارات وخدت من الدهون وتبقى طالعه كده فيها لمعه حلوه. بعد كده باخد اللحمه بحطها على بقيه كميه البصل، وبحط بقيه كميه التتبيله، وادعك بقى كل حاجه مع بعضها علشان تاخد من طعم البصل وتتبل كويس. وكده بقت كل حاجة جاهزة معايا. بحط بقى ورقة فويل وفوقيها ورقة زبدة. طبعا ورق الزبدة بتاعي نوع حلو مش هيلزق في الحاجة، أنا عارفاه. لو الورق بتاعكم بيلزق في الحاجة ادوله دهنة زيت كده قبل ما تحطوا عليه أي خضار. بحط شوية من الخضار وأحط كمان اللحمة. نحط بقى مثلا في كل ورقة 3-4 قطع زي ما انتوا عايزين، يعني شوفوا هتعملوا كام ورقة وهتعملوا أحجامهم قد إيه. أنا هعمل تقريبا 2 ورقتين بكيلو لحمة، يعمل معايا 2 ورقتين. وبحط كمان شوية من البصل، ومعايا فصين توم. كل ورقة تاخد لها فصين 3 فصوص توم، حبة هناية واحدة أو حبة هنيتين، ورقة لورا. ونقفل بقى الورقة. ناخد ورقة الزبدة الأول نقفلها، وزي ما قلت لكم ورقة الزبدة حلوة مش هتلزق. لو بتخافوا ادوها دهنة زيت كده. المفروض أصلا إن ورق الزبدة ما يلزقش أساسا، هو مهمته أساسا وشغلته الوحيدة إنه ما يلزقش في الأكل ويحافظ عليه ويحفظ بقى البخار جوه. ونحط عليه من بره ورقة فويل للتأكيد علشان البخار ما يطلعش خالص. بقفلها بورقة فويل من بره كده نفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ما فيهاش شرح، انتوا شوفوا بس انا بقفلها ازاي. وللاحتياط بجيب ورقة كمان من فوق كده واروح مغلفاها كده من فوق، مقفلها كويس. وبكده خلاص. ودي واحدة تانية انا عملت كده 2. بحط برضو الخضار واللحمة. كان باقي معايا معلقة كده من السمنة بالبهارات، حطيتها على الوش. وبحط نفس الكلام التوم 3-4 فصوص ولا حاجة. هنا دي كبيرة شوية عن التانية فزودت التوم. حطيت 2 حبهان وورقة لورا، وبقفل برضو ورق الزبدة بنفس الطريقة. أهم حاجة إن احنا نقفل من الجناب كده علشان البخار يتحبس جوه وما يطلعش، وللتأكيد بنقفل عليه من بره بورق الفويل. نفس الكلام بنفس الطريقة دي بس أكبر من التانية حاجة بسيطة. بنحطها بقى في صينية من صواني الفرن، أي صينية عندكم في البيت تحطوها فيها، وبندخلها فرن سخن. الفرن متسخن من قبل كده على درجة حرارة 165، يعني حرارة هادية، بس ببقى مولعاه من قبلها تقريبا ب10 دقايق أو بربع ساعة، وبيبقى جاهز وسخن على ان احنا ندخل الحاجة فيه. بدخلها في نص الفرن على الشبكة زي ما انتوا شايفين كده. واستخدمت صينية الفرن العادية، الصينية بتاعت الفرن اللي هي جاية مع الفرن، أو أي صينية عندكم في البيت عادي. وبنسيبها بقى في الفرن لمدة ساعة ونص تقريبا، من ساعة وربع لساعة ونص. أنا هسيبها ساعة ونص. هتطلع من الفرن بعد ساعة ونص اللي هو 90 دقيقة بالظبط. تبقى فيها شوية سوائل كده، تبقى مستوية تمام ودايبة، والخضار مستوي 100-100، وهيبقى فيها شوية سوائل. الحرارة الهادية دي هتخليها تستوي بهدوء، والخضار ينزل ميته، وكل حاجة تبقى تمام من غير ما نضيف مية ولا نضيف سوائل ولا أي حاجة. لو عاوزينها تنشف بقى في الفرن والسوائل اللي فيها تتشرب، هتاخد في الفرن تقريبا 2 ساعتين. وهنا لو حابين تعملوها جوه صينية، أي صينية عادية من صواني الفرن، هتحطوا جوه الصينية ورقة زبدة
وتحطوا الخضار واللحمة والثوم وورق اللورة والحبهان وكل حاجة، وترجعوا تقفلوا عليها ورق الزبدة من فوق بنفس الطريقة. خلي بالكم ده نص كيلو لوحده غير اللي أنا استخدمته، يعني أنا مدياكم مقادير كيلو، تمام؟ ده حاجة زيادة. وبقفل عليه كده، وباجي من فوق بورقة الفويل بقفل الصينية من فوق بس، ما بيبقاش بقى من تحت ومن فوق زي التانية. وباخدها برضو بدخلها الفرن نفس التعليمات بالظبط، على حرارة 165 وفرن متسخن من قبل كده، وتاخد في الفرن ساعة ونص أو ساعتين لو عاوزينها تنشف خالص. على ما نجهز بقى رز بالشعرية كده، كنتوا طلبتوه مني كتير علشان سألته على لون الشعرية ازاي يبقى لونه فاتح كده. تلت كوباية من الزيت، وانا بعمل الرز بالزبدة بعمله بزبدة وزيت، الزيت عشان الفلفلة، وبحط عليه معلقتين كبار من الزبدة بس ببقى مقطعاها قطع صغيرة كده، الزبدة تسيح على نار متوسطة. بنحط كوباية من الشعرية، كوباية الشعرية ل4 كوبايات رز، يعني لكل 4 كوبايات رز كوباية شعرية علشان يبقى الشعرية كتير في كده. ويا دوبك الشعرية تبتدي تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك لونها ذهبي مصفر، حتى ما وصلتش للون الذهبي. في المرحلة دي وقبل ما تاخد اللون اللي هو البينك اللي انتوا بتحبوه، تحطوا الرز على طول. 4 كوبايات من الرز المصري المغسول، مغسول ومتصفي كويس، ونديله بقى تقليبة كده مع الشعرية على طول أول ما ننزل بالرز علشان الشعرية بس ما تلسعش من تحت. شوفوا لونها حلو ازاي، لأن الشعرية بتفضل تاخد لون وبتفضل تغمق طول ما هي على نار، فبالتالي بنحط الرز قبل ما تاخد اللون اللي احنا عاوزينه بحاجة بسيطة، يا دوبك يبقى لونها مصفر كده. بنحط الرز، معلقة كبيرة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، وبس كده، ما بحطش أي حاجة تانية. بس بديها بعد كده بقى تقليبة محترمة، أشمع الرز كويس، يعني أقعد أقلب فيه كده على النار لمدة تقريبا 4 دقايق ولا حاجة، لحد لما أحس إن الرز كله اتشمع وبيبقى عامل صوت كده إيه لسع كده، يعني تحس إن هو بيلسع بياخد تشويحة كده، يبقى تمام. ننزل عليه وهو سخن كده بقى مولع نار بالمية. وأنا هقول لكم على حاجة، أنا بحط معيار مية قليل جدا، بحط بالويم عموما بس ما بحطش كمية كبيرة. زمان مامتي قالتها لي نحط معلقة جوه الرز أو جوه حلة الرز، لما نحط المية المعلقة تقف زي ما انتوا شايفين كده. لو المعلقة وقفت بالشكل ده معناه إن المية مش كتير، إن المية مظبوطة خالص، يعني المعلقة تقف كده في وسط حلة الرز في وسط المية أو الشوربة، تبقى الشوربة مظبوطة تمام، أو المية مستواها مظبوط مع الرز ويطلع مفلفل. لو وقعت بقى أو اتحرك شمال ويمين يبقى شوربة كتير أو المية كتير، نص عقلة صباع كده. وبنغطي على نار عالية ونسيبه على نار عالية يغلي ويشرب المية. أول ما يشربها على طول بنديله تقليبة سريعة جدا، بس علشان لو في سوائل لسه تحت بقلبها، بحرك السوائل فيه كله، بعد كده برجع تاني أسويه عشان أكتم البخار تاني، وبغطيه وبهدي النار خالص. ولو في شياطة ممكن نحط تحتيه شياطة، ونسيبه على نار هادية لحد لما يستوي تمام بالبخار بتاعه. هنا بقى الورقة خلاص خلصت، هي أخدت معايا أنا ساعة ونص، لأن إحنا عاوزين يكون فيها شوية سوائل علشان ناكلها مع رز. أنا عندي الولاد بيحبوا شوية في سوائل في الخضار، ما بيحبوش الخضار ناشف. ولو عاوزين الخضار ده يبقى لونه أحمر، هتزودوا معلقتين صلصة على التتبيلة اللي إحنا عملناها، على السمنة والزيت والبهارات. ولكن كده هي ورقة لحمة، أنا بحس لما بيبقى فيها صلصة بتبقى شوية مدية على صينية بطاطس، فنعمل صينية بطاطس أسهل. بصوا بقى هوريكم اللحمة دايبة ازاي. طبعا البطاطس مستوية على الآخر، وفي نفس الوقت الخضار مش مهري، الخضار مستوي زبدة واللحمة مستوية زبدة، وكمان الخضار مش مهري نهائيا. الخضار خلي بالكم بيتهري لما يتغلي كتير، لكن في الفرن لا، ما بيتهريش نهائي. في نفس الوقت لما بنقطعه حجمه كبير كده، تقدروا تحطوا الشوكة فيه كده وتغرزوها وترفعوا كده البطاطس أو الخضار تترفع كده معاكم، ما تتهريش منكم. شوفوا كمان الرز بقى مفلفل ازاي، خلاص كده بقى تمام وجهز. بصوا شايفين لون الشعرية حلو ازاي، هو ده اللون سألتوني عليه. حطوا الرز بدري وهي لسه لونها مصفر. بصوا الخضار ماسك نفسه ازاي وانا بغرفه، مش مهري بقى، ولا احط بقى البطاطا الاقيها دايبه بقى وراحت عامله زي الشوربه كده، لا. نحط شويه كمان من البهريز اللي بينزل من اللحمه، ده مش صوص، ده بهريز، ده احلى من الاكله كلها. انا بحب السوائل اللي بتنزل منها جدا، لان اللحمه منزله كل بقى البهريز بتاعها، وكل الحاجات اللي جواها نزلت بقى من غير سلق ولا حاجه، فطبعا بتبقى مستويه مع الخضار، بتبقى تجنن. اهم حاجه تختاروا قطعيه لحمه تكون حلوه صغيره وحلوه، يا اما ضاني يا اما من الظهر، وكمان تقطعوها شرايح رفيعه كده، ده مهم، ده عامل اساسي، لازم تتقطع شرايح رفيعه بالشكل ده زي البفتيك كده. دي بقى الصينيه الصغيره، لو حابين تعملوا في صينيه بتبقى بنفس الشكل ده كده، تبقى سهله طبعا وبسيطه. ممكن تحطوا في الصينيه ورقه الزبده وتقفلوها وتغطوها من فوق بورقه فويل وخلاص. بس الورقه التانية حلوه برضو. هنا دي بقى انا سبتها ساعتين، فلو تلاحظوا مفيش فيها اي سوائل ونشفت وشربت السوائل كلها، فزي ما انتوا حابين. بصوا اللحمه دايبه ازاي، دايبه على الاخر، بوريكم بس قد ايه مستويه وجميله.
وبس كده. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.